وبيبدأ فيلمنا بكاهن واخد بنته الصغيرة لتأدية طقوس في المعبد، ومامتها فضلت تتحايل عليه ما ياخدهاش لأنها خايفة عليها، لكنه أصر وبدأ يجدف المركب علشان يعدي الناحية التانية من البحيرة. وأثناء الرحلة بدأت البنت تلعب في المية وسألته هو احنا ليه هنروح المعبد يا بابا؟ دي قصة قديمة يا بنتي، في روح شريرة اسمها باك ساكنة المسطحات المائية، والروح دي لما بتهجم بتقدر تموت الشخص وتتهيأ في شكله، وبعد ما بتاخد شكله بيروح لبيت عيلة المقتول وبيدمرهم هما كمان. لكن في طريقة للسيطرة عليها، لو حصرنا الروح وهي لسه واخدة الشكل بنقدر نسحب قوتها وبتكون ضعيفة وبتطيع أوامر اللي حاصرها. وباك دي بقى يا ستي أجدادنا حبسوها، وعلشان كده بتقام حفلة كل 100 سنة لتجديد الطقوس وحمايتنا منها. هي القصة دي حقيقية؟ طبعا. خبطت ايد البنت في صخرة عورتها، وفي نفس اللحظة علق مجداف المركب بين الصخور، وفضل الراجل بيخبط لحد ما طلعه، وبسبب المجداف شيء اتكسر في المية خرج وابل من الدخان الاسود اتجه للدم اللي البنت نزفته. وخلال ثواني بدأت تعمل حركات غريبة وجابت سمكة من البحيرة بكل سهولة كلت منها. وابوها قال لها جبتيها منين وليه شكلك متغير كده؟ وقف المركب بسبب حاجة خبطت فيها، ولما بص الكائن في المية لقاها جثة بنته، وعرف انه حرر الروح الملعونة من غير ما يقصد. ومع قرب الوصول للمعبد طلع جرة مياه مقدسة رشها على الروح وبدأ يقرأ في كلام لحد ما قوة الروح اتبخرت ودخلت جوه الجرة. والجسم اللي صنعته قال له رجع لي روحي، انت في اشد ضعفك دلوقتي وعبدة ليا. مراتي لو عرفت ان بنتها ماتت هتموت فيها، وعلشان تكفر عن خطأك هتتظاهري قدام مراتي انك بنتي. رجع البيت ودخلت بالفعل لانها بنتها. وبعد الواقعة بشهور بتروح العمة سرباتي لابن اخوها المحامي صرفان، قالت له هتفضل قاعد كده موكوس من غير شغل ولا مشغلة ومستني في الشارع قضية تجيلك؟ قلت لك بطل تكون محامي شريف وهيجيلك شغل. شفت المحامي اللي جنبك مولعها قضايا مخدرات وخطف قد كده؟ عمتي انا صاحب مبدأ ومش هغيره، خليك كده فقير طول عمرك. البلد دي يا ابني عاوزة الفاسد والمنافق. على حق عمتي، انا جايبه لك قضية الاخ والاخت بيحبوا بعض وعاوزين يتجوزوا، بس رفض مكتب الجواز يجوزهم. ساعدهم بقى يتجوزوا بشكل قانوني. ازاي؟ ما اكيد عاوزين يتجوزوا من ورا اهلهم، وبالنسبة لي ده مش مبدئي. ابوس ايدك اتنازل عن المبدأ النهاردة، احنا فلسنا ومفيش اكل في البيت. ماشي علشان خاطرك انت بس، هاتوا بطايقكم. بعد ما شاف صرفان بطاقة البنت قال لها الله يخرب بيتك، انت بنت رئيس العصابة دربندي؟ ايوه. العمة والولد من الخوف. ووصل هنا ابوها برجالته ضربوا حبيبها وخدوها بالعافية، وفضل يقول لها انا هقتلك يا سيلفي، بتهربي من ورايا؟ اتحول صرفان بمجرد ما سمع اسم سيلفي وجري عليهم بدون اي سبب، نزل ضرب فيهم وربط البنت في ايد العمة وقال لهم وروني بقى تاخدوها مني ازاي. الحبيبة سألوا العمة هو ايه اللي بيحصل، وليه اتعصب قوي كده؟ سيلفي دي تبقى اخته الصغيرة وهربت مع حبيبها اتجوزته زي ما انتوا عاوزين تعملوا، ومر 10 سنين وهو بعيد عنها بسبب اللي عملته، بس مازال بيحبها بجنون، ولما بيسمع اسمها بيتجنن زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلص صرفان ضرب قال لهم الجوازة دي مش هتتم غير برضا ابوكي، والا انا هبوظها بنفسي. عدى الوقت وفي قصر قرية كوتيام بتكون سيلفي عايشة حياة سعيدة جدا مع زوجها ساروش واولادها. وفي يوم نزل جوزها كالعادة يلعب رياضة وبيجري، وكل اهل القرية بيكونوا عارفين وبيحبوا جدا. ولما بعد عنهم بكم متر لداخل الغابة ظهر قدامه دخان ابيض غطى جسمه، وقام بعدها من على الارض وشكله ونظراته متغيرين. وبعد ما مشي ظهر جثته على الارض، ونفس الدخان اتجه للقصر وهو معاه. فتح الباب دخل، وبدأت الكلاب تنبح عليه وضربهم. ودخل لسيلفي قال لها ولادنا فين؟ انت رجعت بسرعة ليه؟ بقول لك فين الاطفال؟ هات حضن وانا هقول لك. بعد دقايق اهل القرية صرخوا على سيلفي وقالوا لها الحقي سادوش لقينا ميت في الغابة. راحت معاهم، ونفس الشاب اللي كان بيصور سادوش وهو بيجري دخل القصر ولقى بنت سيلفي مرمية على الارض متصابة في دماغها، وسيلفي مشنوقة بحبل في بئر المية. وبقى يتجنن لانه لسه شايف سيلفي خارجة مع اهل القرية اساسا. وتاني يوم وصل محقق الشرطة لبيت العمة وسأل مين هنا صرفان اخو سيلفي. خير انا صرفان، اختك انتحرت. نعم بتقول ايه؟ اهدى انا مجرد فاعل خير، جوزها كمان مات وهو بيلعب رياضة وبيقولوا بسبب ازمة قلبية، ولما سمعت اختك خبر موته انتحرت. قعد صرفان مش مصدق اللي سمعه. وفي القرية عمل صاحب القصر اللي سيلفي كانت مأجرة منه اجتماع علشان عاوز يعمل القصر مستشفى تفيد اهل القرية. ونور الاجتماع الاستاذ تختخ حبيب قلبي، اقترح عليهم يبيعوا ويدوا كام الف يخسس بيهم كرشه، وكالعادة زي ما احنا متعودين من تختخ ما بيعملوش لاي حساب وبينزلوا عليه بالضرب. وفي الوقت ده وصل صرفان ورئيس القرية قال له انت وصلت متأخر يا ابني، اختك دفناها هي وجوزها في مقابر القرية وصاحب القصر عاوزك. قابله وقال له بص يا ابني، جوز اختك كان هيشتري القصر ودفع نص حقه، والنص التاني كان المفروض يدفعه خلال كام شهر،
حضرتك ممكن ترجع لي الدفعة الأولى لأني هاخد أولادها يعيشوا معايا. للأسف الفلوس اتصرفت ومش هقدر أرجع حاجة حاليا لأني بجوز حفيدتي، بس ده حقك. جوز أختك ملوش أهل وأنت وارثهم الوحيد، ووعد في أقرب وقت أحضر لك الفلوس. سيبهم دلوقتي يرتاحوا يا عمي، وهنتكلم في الموضوع ده بعد ما مهرجان المعبد ينتهي. هما فين ولاد أختي؟ بيظهر الأصغر من ولادها بيلعب في غرفة من الغرف، ولاحظ إن كل الفقاعات بتتجمع داخل بعضها بتكون كرة كبيرة. ظهر جواها شخص ملوش ملامح بيحاول يقرب منه، وجري الولد فورا فتح الباب لقى صرفان في وشه بيحضنه من الخوف، والراجل قال له ده ابنها صرفان الصغير. سيلفي عمرها ما نسيتك لدرجة إنها سمت ابنها على اسمك. هو نزل جري ليه؟ من بعد وفاة أختك وهو تصرفاته غريبة. دي سكتي بنتها الكبيرة وقعت على دماغها يوم وفاة سيلفي، ومن وقتها وهي في غيبوبة. طيب ليه ما راحتش مستشفى؟ بنت صاحب القصر دكتورة شاطرة جدا وجابت كل الأجهزة اللازمة هنا البيت علشان تبقى تحت نظرها على طول. دخلت الدكتورة مايا طمنتهم وقالت لهم احتمال تفوق خلال أيام، وبعد إذنكم اخرجوا علشان هنضفها دلوقتي. خرجوا لقوا تختخ في وشهم بيخاطرف بأي كلام هو وصاحبه المعتوه، والعمة قالت لهم كانت ناقصاكوا يا مجانين. صرفان أنا من رأيي تتجوز الدكتورة مايا وتورث القصر بالكامل من أبوها، إيه رأيك؟ تختخ إزاي ما خطرش في بالنا الفكرة دي؟ من النهاردة أنا هكون فتى أحلامها، وليه ما أكونش أنا؟ يا عبيط أنا عندي كرش، والراجل من غير كرش ما يسواش قرش. افهم، كرش ده هيلفت انتباهها. تصدق أقنعتني. عدى الوقت وبمنتصف الليل والولد بيلعب بفلاتر التصوير. ظهر الفلتر على شيء خفي وراه، وإيد مشوهة ظهرت مسكته. ودخلت العمة في الوقت ده قالت له مالك يا ابني؟ وشك مخطوف ليه؟ ظهر له عضل اللي صرخ بصوت قوي جدا واختفى بعدها. وجري الولد على بره من الخوف، وقع تختخ وصاحبه. ولما سألوا ايه اللي مخرجك في الوقت ده ما ردش عليهم وعينه هو والعمة على الشبح اللي واقف وراهم. المهم سابهم وجري وحضر تختخ جواب حب للدكتورة في حضور الشبح. وأول ما خرجت جري عليها عشان يدولها، لكن قبل ما يوصل لها الشبح لبسه السلم في رقبته لعب بيه لبيلة لحد ما صاحبه طلعه منه. وتاني يوم راح صرفان للمقابر يزور سيلفي، وافتكر لما حاولت تنتحر علشان تتجوز حبيبها ولحقها في آخر لحظة. وبعد ما خلص قابله الشاب المصور ورى له فيديو لسوداش جوزها ساعة ما كان بيجري، وقال له سوداش كان إنسان مهتم جدا بالرياضة، وأنا مش مصدق إنه مات بأزمة قلبية. أهل القرية قالوا لي إنهم شافوا سيلفي خارجة من البيت في الوقت اللي ماتت فيه. الناس دول كانوا سكرانين. لا مش سكرانين، دي الحقيقة، أنا كمان شفتها ودخلت البيت بعد لقيت جثتها. اللي بتقوله مفيش عقل يصدقه، والله ده اللي حصل. ولما حكيت لأبويا رئيس القرية قال لي اسكت وما تتكلمش علشان ما يقولوش عليك مجنون. فضل صرفان طول الطريق مشغل الفيديو، ولاحظ حاجة غريبة فيه. وقف عندها وقرب الصورة لقى شخص كان بيراقب سوداش، وسأل الشاب هو مين ده؟ معرفش، بس في كهنة كتير بيجوا من كل حتة في الهند علشان مهرجان المعبد اللي هيتعمل كمان يومين، وممكن الكاهن ده يكون واحد منهم. بس شكله هنا كان بيراقب سوداش. شوف كده بنفسك. أنا افتكرته، ده نفس الكاهن اللي شفته عند المشرحة بعد موت أختك سيلفي. الراجل ده أكيد ورا لغز ولازم نعرفه. وبيظهر هنا الكاهن بيأدي طقوس جنب القصر، وصرفان وهو بيلعب بالكورة الكورة اختفت جوه الحائط، وقام مستغرب هي راحت فين، واتفاجئ بيه خرجت مع الكورة. وبمجرد ما الدكتورة دخلت اختفت، وخدته مية وخرجت. لقيت أغلب الأضواء مش مستقرة، ولما حاولت تصلحها شاف الجسم موجود في غرفة سكتي. ولما دخلت اختفى وظهر من تاني برا. فضل ماشي بيكسر في كل حاجة، ووقف في النهاية بوضع ثبت في وش مايا، وهي برضه ما قدرتش تحدد ملامحه. لكن أول ما الكاهن دخل لساحة القصر اختفى فورا. وفي الغابة عطلت العربية وطلع عليها شيء مجهول ما عرفوش ايه هو، وحاولوا يشغلوا العربية لكن ما اشتغلتش. وظهر حاجة بتجري بسرعة بين الأشجار، شافها صرفان وقال للمصور خليك هنا ما تتحركش، أنا راجع على طول. اتصلى الدخان على العربية، وبعد ما قفل أزاز كل البيبان ظهر له الشبح المتهيأ في شكل سيلفي. ولما رجع صرفان ملقاش أي أثر ليه، ولقى كاميرته مرمية على الأرض. ولما شغل آخر تسجيل ظهر له نفس الكائن فيها، وبقى هيتجنن ويعرف علاقته باللي بيحصل. وتاني يوم دخلت مايا قالت للعمة أنا شفت شبح في غرفة سكتي، القصر ده في شيء خارق للطبيعة. أنا كمان شفته. وصل بعدها مندوب من المستشفى سأل عن مايا، وتختخ كالعادة بيحشر مناخيره في أي موضوع، بس المندوب طلع نينجا وخلى وشه شبه قطر عابدين حرفيا. المهم راحوا بعدها للمعبد علشان مايا تعرف صرفان على عادات المهرجان اللي هيتعمل، وقالت له اليوم ده الصنم أمان بيقتل فيه الشيطان علشان بقية السنين بلدنا تفضل في خير وبعيد عن الشر. عيب يا مايا، صنمكم ده الشر بنفسه يا أختي.
ظهر في المعبد نفس الكائن اللي حرر الروح وهو مرعوب وبيبص لمكان معين. وفي نفس اليوم أهل القرية اكتشفوا جثة المصور متعلقة على شجرة، والشرطة سلمته لوالده رئيس القرية. وصرفان قال لهم الكائن اللي في الصورة ده هو ورا كل المصايب اللي بتحصل ولسه هتحصل. ظهر الكائن مع كلامه في الغابة وجري ورا بس ما قدرش يمسكه. وبعدها الظابط خد دورية فحصوا الغابة لحد ما وصلوا الغرفة فيها تماثيل وأدوات بيتعمل بيها السحر الأسود، جنبها صورة سيلفي وجوزها وبنتهم ساكتي. وأمر هنا الظابط يعملوا دوريات بكامل القرية لحد ما يلاقوه، وابن القرد فوقيهم أساسا على الشجرة وهو ماسك في إيده صورة الظابط. يا ترى إيه اللي هيحصل فيه؟ هنعرف بعدين. نروح لتختخ باشا اللي بيكون محضر نصيبة جديدة وعاوز يسرق القصر، وفعلا سرق شنطة لقى فيها شوية أوراق ملهمش أي 60 لازمة وقال لنفسه هو الفقري فقري. وفي غرفة الطفل صرفان الباب اتفتح عليه والكيان الخافي ظهرت خطواته على السرير، وجري صرفان على غرفة أخته استخبى تحت الغطاء. وطلعت إيد مشوهة على جسم أخته بدأت تقرب منه بهدوء، لكن قبل ما تلمسه نزل على الأرض. ودخل صرفان قال له أنت قاعد كده ليه؟ هو الواد ده ماله؟ أنا هوديه لدكتور نفسي. شاف بالصدفة صور العيلة ولقى صورة منهم مكتوب عليها تاريخ ميلاد ساكتي 15/6، يعني عيد ميلادها كمان 24 ساعة. وافتكر هنا المصور لما أبو رئيس القرية قال إن عيد ميلاده كان 15/6 هو كمان. جمع صرفان الحدثين ببعض وراح للسجلات، بحث عن ملف الضابط ولقى تاريخ ميلاده هو كمان 15/6. ورن على مايا قال لها عاوزك تشوفي في أي علامة على جسم ساكتي ولا لأ. ولما وصل البيت قالت له في شمعة حمرا في كتفها. زي ما توقعت المصور اللي مات شفت على جسمه نفس العلامة، والضابط وهو بيغسل نفسه كان على كتفه برضه نفس العلامة. ومش بس كده، أعياد ميلادهم متطابقة في نفس اليوم اللي بيتعمل في المهرجان كل سنة. ومعنى كده إن الدور على ساكتي والضابط. عاوزك تفضلي معاه في الغرفة لحد ما ارجع. بعد ما مشي خبط عليهم الكاهن اللي حرر الروح وقال لهم أنا بنتي مختفية، ولو 3 أشخاص خدوا مني أوراق التنبل هقدر ألاقيها. وانت عرفت منين أساسا إن احنا 3؟ سمعت إن في بنت في غيبوبة جوه البيت. أرجوكم عاوز أنقذ بنتي، ساعدوني. طيب هات الأوراق. لازم أسلم البنت الورقة التالتة بنفسي علشان الطقوس تتقبل وأقدر ألاقيها. حسوا بيا واعتبروها زي بنتكم. شكت مايا فيه والعمة صعب عليها وأذنت له، لكن لما دخل النور قطع وفضل ماشي في اتجاه غرفة البنت لوحده من غير ما أي حد يدله عليها. وشيء خفي تاني كان بيتحرك وراه، ولما وصل الغرفة قفل عليه الباب ومنع الباقيين يدخلوا، وبدأ يقرب من البنت علشان يقتلها. لكن نفس الشبح اللي ساكن البيت منعه وأصدر قوة كبيرة جدا خرجته بره البيت. وفي الغابة قابل صرفان مساعد الضابط وقال له هو فين. الكاهن كان بيراقبنا ودخل ورا الغابة يبحث عنه. بنفس اللحظة نايم الكاهن الضابط وخدوا المكان مجهزه ليه مخصوص ومسك سلاح علشان يقتله، لكن صرفان لحقه وضربه بشعلة النار ومنعه. والكاهن قالوا له بتعمله غلط، ما توقفنيش وسيبنا ننقذه. تنقذه من انت كنت هتقتله اساسا. طيب بص وراك كده. قوة خفية رفعت الضابط في الهواء لمسافة كبيرة جدا وثابته في النهاية وقع على راسه ومات من أثر الخبطة. وفي القصر بيظهر الشبح اللي سكنه وبيكون شبح سيلفي موجودة علشان تحمي أولادها من قوى الشر. المهم تاني يوم بلغ ناس عن بيت طالع منه ريحة كريهة، ولما الشرطة وصلته لقوا الكاهن اللي حرر الروح ومراته ميتين بقالهم فترة وجسمهم متحلل. وأثناء استجواب الكاهن قال لهم أنا من أحفاد عيلة بهرافا، وتدمير قوى الشر هو ورث عيلتنا. من مئات السنين كان في روح ملعونة اسمها باك، عيلتي سيطرت عليها، وبعد سنين كتيرة حررها كاهن من غير ما يقصد من المكان المسجونة فيه، وقتلت بنته وخدت شكلها. والكاهن استغل ضعفها واستعبدها علشان تتظاهر انها بنتهم، ولولا القرويين شافوا جثة بنته ما كناش عرفنا. وعرفتوا منين ان الروح باك خدت شكل البنت؟ من خلال فحص دم الجثة. وكمان الكاهن ساب القرية وهرب، وفي ناس قالوا لنا انهم شافوا مع البنت، وتوقعنا انه هيجي القرية عندكم هنا علشان طول ما المهرجان شغال الروح هتفضل ضعيفة. ازاي؟ الكاهن خبى الجرة اللي ساكن فيها قوتها في اعلى المعبد، لكن باك كانت اذكى منه واستخدمت شخص سيطرت عليه، خلته جاب لها الجرة وحررت قوتها. واول شيء عملته قتلت الراجل ومراته اللي انتوا لقيتوا جثثهم من يومين. صح ولا انا غلطان؟ وعلى الرغم من انها استعادت قوتها ما زالت ضعيفة، وعلشان تحصل على قوتها الكافية لازم تقتل 3 أشخاص تواريخ ميلادهم هو نفس تاريخ المهرجان. ولحد الآن 2 ماتوا، المصور والضابط وبنت أختك التالتة اللي كانت مفروض تكون أول ضحية لباك، لأنها اتهيأت في شكل أبوها وحاولت تخدع سيلفي، لكن أختك كشفته وشافت شكل الشبح الحقيقي في انعكاس المراية ومثلت عليه لحد ما بعدت الأطفال عن المكان. ولما عرف إنها كشفته قتلها فورا واتهيأ في شكلها واختفى علشان القراوين كانوا عرفوا إن أختك وجوزها توفوا. وأنا بدأت من بعد أراقب القصر
لأنها أكيد كانت هترجع في أي وقت علشان تقتلها. وفي يوم شفت روح سيلفي هناك، وعرفت إنها كانت بتبعد الروح كل ما بتحاول تقرب من سكتي. ولما باك ما قدرتش عليها قتلت المصور والظابط وخلت بنت أختك سكتي للآخر. طيب ليه ما حاولتش تساعدني قبل ما يموتوا؟ حاولت بس انتوا افتكرتوني مجرم وساحر وكنتم دايما بتطردوني. الروح بعد ما قتلت أول 2 قوتها اتضاعفت، والحل إن يوم المهرجان لازم نبعد عن البنت بأي طريقة وندخلها للمعبد. ما صدقش رئيس المركز الكلام وسماها بالخرافات وأمر بحبسه. وفي مناوبة الليل دخلت الروح سيطرت على كل الموجودين، وكان هدفها الكاهن تقتله علشان ما يقفش في طريقها. وقدرت تصيب ايده، بس قبل ما توصل له خرج أداة خلاها انسحبت من المكان وهربت. خدوا بعدها للمستشفى علشان يعالجوا ايده. وفي القصر فاقت سكتة أخيرة من الغيبوبة، وهي وأخوها الوحيدين اللي كانوا شايفين روح سيلفي. ومن نظراتهم عرف صرفان إنها موجودة معاهم، وتحاول شكلها مع وصول مايا للبوابة ومنعتها من الدخول. وحاولت مايا مرة و2 تدخل لكن ما كانتش بتعرف، وصرفان أمرها تسيب كل حاجة وتدخل بنفسها. ولقى بعدها قطعة قماش فيها دم، ودي اللي كانت منعتها سيلفي من الدخول. وراح سأل مايا الدم اللي على القماشة ده بتاع مين؟ عرفته إن الكاهن وبعض مساعدين المركز اتصابوا وهي اللي عالجتهم في العيادة، وطلب منها تعمل فحص للدم ده. وبعد ما عملته قالت له الدم بيحتوي على كمية كبيرة من مادة سامة اسمها كواري. افتكر هنا كلام الكاهن عن نوع السم اللي بتستعمله الروح، واتجه للمستشفى المحجوز فيها الكاهن وما لقاش ليه أي أثر. والمفاجأة لقوا جثة الكاهن موجودة في صندوق عربية. وبيظهر هنا إن ساعة ما خرج الروح من المركز الروح قتلته في الأساس وخدت شكله. الرئيس قال له ميت، أمال مين اللي بعته مع رجالة المقابر؟ بعت مين المقابر؟ لما كان معايا في المستشفى قال لي روح سيلفي هي اللي معطلة عن قتل شبح باك، والطريقة الوحيدة لقتل باك هو حرق جثة سيلفي أختك، وأنا بعته مع رجالة الأبرهة علشان يخرجوا الجثة يحرقوها. أنا آسف، اللي معاهم مش الكاهن يا غبي، دي روح باك. انت بعملتك دي هتنهي على روح سيلفي وهيقتل الطفلة بكل سهولة. جاري صرفان على المقابر لكن باك كانت وصلت، وبمجرد ما طلعوا الجثة روح سيلفي اتسحبت من القصر لحد المقابر، وبدأت مواجهة عنيفة بين الروحين. حاولت سيلفي تمنعه من حرق الجثة، وقدر في النهاية انه يكتفها ورجع الروح للجسد. أشعل فيهم النار ونجح في انه يقتل سيلفي وينهي على روحها للأبد. ومع وصول صرفان للمكان اختفت باك، ورن فورا صرفان على الموجودين في القصر وقال لهم الروح متشكلة في الكاهن وهيجيلكوا علشان ياخد سكتي، امنعوا بأي طريقة يوصلها لحد ما اجي. وصل بالفعل للقصر، وابو التخاتيخ حاول يكون بطل بس خد نصيبه كالعادة. ولما دخل الكاهن لغرفة البنت ملقاهاش، لأن مايا خدتها المهرجان المعبد زي ما صرفان قال لها. المهم اتجهت الروح للمعبد، اتشكلت على كذا نسخة علشان يقدر يجيب البنت من صرفان. وكل ما كان يقرب منها بيحصل له خلل بسبب الطقوس اللي بتتم بره، لكن ما كانش بيستسلم وورا صرفان في كل مكان لحد ما طقوس المهرجان كلها تمت. واتحرك صنم الخير دمر صنم الشر وروح باكي معاه. والله يحرقهم هما الاتنين مطرح ما راحوا. والله هؤلاء الهنود قصصهم خرافية إلى أبعد الحدود. تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل جرس الإشعارات علشان توصل لك كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.